اهلا بيكم في فيديو جديد ووصفه جديده، وجايبه لكم النهارده وصفه انا شفتها وعجبتني جدا وقلت يلا نعملوها سوا مع بعض. الوصفه دي اسمها شاي الكرك. تعالوا نجربوا الشاي ده بيتعمل ازاي. بيتكون من حبهان شاي، بس انا ما عنديش اللي هو الشاي الخرز الفرد، وقرفه وسكر ولبن حليب. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. هنحب نكسر الحبهان ده، هو جامد اصلا مش هينفع اكسره بايدي كده يعني. وهنجيب قلايه صغيره كده ونكسر ونحط فيها 4 فصوص بس، بتبقى ريحته خطيره وطعمه حاجه جديده كده. انا اول مره اشوف شاي كرك ده. وهنجيب القرفه وهنكسرها كده وهنقلبه لحد ريحته ما تطلع، بس يتحرق منك. وكده الريحه بتاعته طلعت. وهتجيبي براد او كسرونه صغيره بالشكل ده نفضي فيها الحبهان والقرفه. طبعا دي الاسبيتيولا اللي احنا جبناها من شي ان، هي صغيره بس لذيذه وحلوه. وهنحط عليه شويه ميه ونيجي حاطينه تاني على البوتاجاز ونسيبه يغلي. وكده سيبناه يغلي دقيقتين 3 لحد ما زرد زي ما بنقوله، يعني نزل كل القرفه والحبهان. شايفين شكله والريحه بجد تجنن، ريحته حلوه قوي. هنضيف عليه اللبن الحليب ومعانا الشاي، ولو عندك الشاي الفرط هيبقى احلى. هننزله ونسيبه يغلي شويه برضو. والسكر انت حطي السكر حسب الرغبه زي ما انت عايزه. وهنخليه يغلي معانا شويه. انا خايفه الورقه دي تتحرق فهقطعها كده. زي الشاي بلبن بس ده معاه القرفه ومعاه الحبهان، بجد تحفه. اول مره اعمل الشاي ده بس حلو جدا وهيعجبكم جدا. وكده الشاي بدأ هيغلي معانا اهو، بس خلي بالك عشان اللبن ما يفرش. على فكره لما تعملي الكوبايه دي بالليل قبل النوم، الناس اللي عندهم أرق وما بيعرفوش يناموا كويس، لما تعملي كوباية وتشربيها بتهدي الأعصاب وبتنامي نوم كويس قوي. وحلو كمان لنزلات البرد. يعني دي معلومة جديدة أنا أول مرة أعرفها، إن اللبن بالقرفة قوي عضلة القلب. كده غلي، أنا هحطه على جنب كده عشان ما يفرش، وخليه يغلي من جنب واحد علشان ما يفرش معايا. هخليه يغلي شويه يعني، مش هطفي عليه على طول. الناس اللي دايما ايديها ورجليها بتبقى بارده متلجه، ده حلو قوي ليهم كمان. والهضم بيساعد في عمليه الهضم، حلوه قوي يعني، ليه فوائد كتيره. جربوه مش هنخسروا حاجه. ونطفي بقى ونبتدي نصبه. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ بجد حكايه، وبجد طعم وريح.